توجت إسبانيا وتوجت معها كرة القدم. راح أرجع لك في هذا أثناء الحلقة إن شاء الله. ممكن تعيدها بس لأنها عميقة. توجت إسبانيا ومعها توجت كرة القدم. إذن إسبانيا بطلة العالم بالنجمة الثانية. إسبانيا أقنعت وأبدعت وتألقت وأحرزت اللقب الغالي كأس العالم فيفا 2026. إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في نيويورك بهدف نظيف سجل فيران توريس بالأشواط الإضافية. إذن هدف مميز، هدف وزنه من ذهب، كتابة تاريخ لتوريس في نجمة ثانية على قميص وتيشيرت المنتخب الإسباني. من أين تريد أن تبدأ؟ خصوصا الكثير يريد أن يعرف لماذا عنونت انتصار وفوز إسبانيا بكأس العالم بدر. لأن من يعشق كرة القدم وخاصة من يعشق كرة القدم الجميلة ما كان يتصور للحظة أن تذهب الكأس إلى الأرجنتين بهكذا أداء وبهكذا منظومة لعب وبهكذا أسلوب لمواجهة مباراة نهائية في حجم كأس العالم. أتصور على أن من كان يستحق هذا اللقب والمنتخب الإسباني عطفا على أدائه، على كرة قدم السخية التي أبدعها، أيضا على تماسكه وعلى فلسفة لعبه ما تنازل عنها في أي مباراة منذ بداية البطولة إلى غاية نهايتها. خلاصة القول أن المنتخب الأرجنتيني لم يقدم طوال 120 دقيقة يا مشاري ما يمكن أن يستحق عليه أنه يفوز بكأس العالم. ما ألمني وأحزنني في المنتخب الأرجنتيني أنا شخصيا اليوم هي دموع ميسي ولا شيء آخر غير ذلك. ممتاز ممتاز. يعني بدر، ماذا فعلت الأرجنتين حتى تستحق هذا اللقب؟ أنا لا أتكلم على مسارها منذ بداية البطولة، أتكلم على مباراة نهائية عطفا على ما شاهدناه في مباراة أمام إسبانيا. لم تقدم الأرجنتين ما يشفع لها بأن ترفع هذا الكأس يا راجل لمدة 90 دقيقة كاملة. الأرقام وكذلك كانت حاضرة، خصوصا أن لا توجد ولا تسديدة للأرجنتين خلال 90 دقيقة، واللمسات تثبت أن هناك ندرة وقلة، 0 في التسديدات للأرجنتين بالمقابل لإسبانيا اللمسات 39، في استحواذ كان حاضر، في خطورة كانت حاضرة، في تسيد تكتيكي فني كان حاضر وفق ما نشاهد من إحصائية، وكذلك بهدف 12 تسديدة على المرمى، 6 تسديدات خارج المرمى. الأرقام تنصف، لكن تراجعت في كلامك أنت. تراجعت في كلامك لأن قد يفسر إسقاط على الأرجنتين. هذا ما تقصد؟ أي طبعا. ممتاز. نروح لمساعد. شوف، يعني كان من غير الإنصاف أن تذهب الكأس لغير إسبانيا عطفا على كل ما تم خلال البطولة وعطفا على هذه المباراة. لكن في هذه المباراة يعني كان اليقين واضح ويعني وجلي بالنسبة لكل من شاهدها أنه إسبانيا كانت متسيدة بالطول بالعرض، إلى درجة أنه رأفنا بحال إيش الأرجنتين من الوضع المتراجع بالنسبة للاعبين اللي يعني حتى أنهم صاروا يبحثون عن أشياء تعطل اللاعب الأسباني كي لا تمتد أفضليته إلى أشياء أخرى. شاهدنا المباراة بكل المقاييس وبكل ذا، كانت اسبانيا مسيطرة تماما، لا بالاستحواذ لا بالتسديد لكن ظل حضور الهدف صعب لانه كان هناك عند الارجنتين حارس متميز اسمه مارتينيز. غير ذلك نتحدث عن كرة القدم الحقيقية اللي يتحدث عنها الزملاء. دائما كرة القدم الحقيقية تظهر من خلال الافكار المبهرة اللي يتبناها المدربين. احنا تكلمنا قبل عن دي ليفانتي والطريقة اللي جعلته يعني كان أكثر المتفائلين أو أكثر المتشائمين في مباراة فرنسا كانوا يتوقعون أنه فرنسا ستقدم شيء، إذا ما حضر الفكر تحضر المهارة وتسيطر، لكن كان الفكر أكبر وأقوى. كان دي لافونتي يسيطر على المباراة. اليوم شفنا شوطين كاملين كان ميسي خارج إطار اللعبة، تحرك حينما حضر الهدف في الأشواط الإضافية. بس يعني أفهم من كلامك أن يعني الأرجنتين لم تقدم نفسها وكانها واحدة من أضعف الخصوم في نهائيات القريبة في تاريخ كأس العالم. هذا ما تقصده؟ صحيح. والأسوأ مستوى يمكن شاهدنا عليها الأرجنتين في تاريخها. شوف من الرحمة ومن أن الله سبحانه وتعالى رحم الأرجنتين أنه لم تحصل نتيجة كارثية عليهم لأنه كان الحارس متفوق
حارس الارجنتين. هذا جانب. الجانب الاخر في المباراه، وين منتخب الارجنتين؟ وين استراتيجيته؟ هناك مدرب ذكي وهناك لاعبين ينفذون بدقه وحذافير. حتى شاهدنا انه لما استخدم ورقه البدلاء، نعم، لما استخدم ورقه البدلاء دي لافونتيه غير مجرى المباراه. شفنا بدري وشفنا الاخرين كيف صنعوا الفارق بالتمريرات القصيره. اذا احنا كنا امام استراتيجيه تكتيكيه عاليه المستوى اخفت الارجنتين. صابر، رأيك فيما تحدث فيه الجميع في تفوق واضح لإسبانيا، الأرقام كذلك أظهرناها واضحة لإسبانيا، لكن قد يكون الكثير حمل الأرجنتين لما شاهدنا من مستوى أداء في هذا النهائي. انت بتقول المساعد ممكن تكون واحدة من أضعف المنتخبات في النهاية. لا، هي الأضعف على الإطلاق. لا يوجد منتخب. الأرجنتين أضعف نهائي في كأس العالم. لم أشاهد صحيح في تاريخ نهائيات كأس العالم أحد أطراف النهائي يكون بهذا الضعف وهذا السوء. يا رجل، أفسدوا علينا النهائي ومتعة النهائي اللي احنا كنا مترقبين مباراة نهائية نستمتع بيها ونشوف كورة ونشوف إثارة ونشوف ندية. احنا كنا لسه من 24 ساعة شايفين مباراة 10 أهداف وحماس وهجوم وإثارة وندية ما بين المنتخبين، منتخب يتألق في شوط والتاني يتألق في الشوط الثاني، ومنتظرين مش هنقول مستوى أفضل ولا إثارة أكتر، بس على الأقل جزء من الإثارة، شيء من الإثارة. احنا وصلنا لمرحلة يعني منتخب الأرجنتين باسمه وتاريخه. الأرجنتين اليوم خسرت بنتيجة 1-0، وتذكرنا في خسارة الأرجنتين في نهائي 90 أمام ألمانيا بركلة الجزاء والجدل على احتسابها، لكن في نفس المستوى القدم يا مشاري، في نفس المستوى كانت الارجنتين ولا لا؟ ما فيش حد كان في هذا السوء. كانت افضل مع مارادونا. كانت افضل مع مارادونا في تاريخ نهائيات كاس العالم بيلعب في النهائي. اولا ده اسوأ مباراه في البطوله ديت بشكل عام، وفي شيء يعني مع ميسي ومارادونا. ميسي حقق 2022، مارادونا 86، خسر مارادونا 90 وخسر ميسي 2026، لكن الخساره تختلف يا صابر. طبعا هذا ما تقصد، لانه بس شوف، انت ممكن تخسر 3 و4 وما تكونش بهذا السوء، ممكن تخسر بنتيجه اكتر ولكن ما تكونش بهذا يا صابر. خاف انتوا قاسين على الارجنتين وميسي. يا راجل، انت لسه ذاكر الرقم دلوقتي. انت في 90 دقيقه، ما في 90 دقيقه، مش 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا 20 دقيقه ما في ولا تسديده. 90 دقيقه ما فيش تسديده. يعني يا راجل، انت الفرق اللي خسرت قدام اسبانيا او الفرق الراس الاخضر يا رجل بتاريخها الذي لا يقارن على الاطلاق، كانت قدام اسبانيا بشكل افضل بكتير جدا من الارجنتين، وتعادلت ووصلت للمرمى وهددت. مش هكلمك على بقيه المنتخبات. الارجنتين اللي انت منتظر فيها اسماء كبيره جدا وتاريخ، وبنتكلم على المدرب وبنشيد بيه، وكنا بنشيد بيه. وانا قلت لك النهارده في الحصه اللي احنا العصر قلت لك ممكن نقطع باللفظ. انت الوحيد اللي توقعت 1-0 يعني. الحمد لله، اول واخر مره من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. وقلت لك بالحرف، وقلت لك ممكن سكالوني رغم اللي اشادتنا بيه ممكن نقطع فروته بالليل لو ادار المباراه بشكل سيء، وهو فعلا ادار المباراه بشكل سيء، وجميع لاعبي المنتخب الارجنتيني كانوا سيئين للغايه. يا صابر، هناك حقيقه ربما تختفي وراء هذه حاله الارتباك، حالة اللا رضا اللي عندنا، عدم الرضا مما شاهدنا، لكن في حقيقة تتخفى، هو أن المنتخب الإسباني استطاع أنه أمام منتخب فرنسا يخلي منتخب فرنسا يلعب أسوأ مباراة. اليوم الأرجنتين أمام إسبانيا تلعب أسوأ مباراة. إذا القوة هي للمنتخب الإسباني، لكرة القدم الإسبانية اللي مبنية على الاستحواذ، مبنية أيضا على القدرة على الهجوم في أي لحظة، فبالتالي هي تعمل على إضعاف الخصوم. جميل. وإحنا انتقدنا المنتخب الفرنسي، وبالرغم من ذلك المنتخب الفرنسي لم يكن بهذا السوء. المنتخب الفرنسي كانت عنده محاولات، ما قدم شيء. في الأخير كان عنده محاولات. أنت النهارده مفيش محاولات، مفيش فريق متراجع طول الوقت، فريق بيدافع طول الوقت، وفريق بيحاول. وبعدين يا راجل، العنف، حتى المنتخب الاسباني لم يكن بهذا العنف. انت من اول دقيقه المنتخب الارجنتيني بيواصل نفس